طب ما الفيلم طلع حلو أهو، والمكياج لسه وِحِش. آن الأوان للمرأة المصرية يكون لها دور وتقوم بيه. أهلًا وسهلًا بيكم في حلقة جديدة وكلام في الأفلام، والنهارده معانا فيلم الست بطولة منى زكي ونجوم مصر تقريبًا. الفيلم ما بيتكلمش عن حدث معين في حياة أم كلثوم، الفيلم بيتكلم عن حياة أم كلثوم بشكل عام وتحديدًا تأثُّرها بالغنا وأهميته بالنسبة لها. طيب نبدأ بالإيجابيات، وكالعادة عايز أبدأ بالعالم، العالم بتاع الفيلم ده حلو جدًا، ملهم لأقصى حد، جريء ومع ذلك ممتع ولذيذ لدرجة كبيرة. الفيلم قرر قرار ذكي جدًا إن هو ما يدافعش عن أم كلثوم، ما يدافعش عن الاتهامات اللي كانت بتيجي لها بالغضب والحدية في أوقات كتير جدًا، ما يدافعش عنها ومع ذلك ما يتهمهاش، قرر يسيبه من كرسي القاضي ويدرس حياة الإنسانة، الإنسانة اللي قضت حياتها كلها عشان الفن وقضت حياتها في وحدة تامة. وده أكتر جزء حلو جدًا، درامته مؤثرة لدرجة كبيرة جدًا إنك أنت تشوف فنان بيقدّم كل ما يملك ومع ذلك حاسس بالوحدة لدرجة كبيرة. المسرح اللي كان مليان بعد ما كان بيدّي له كل اللي هو عايزه، أدرك إن المسرح ده أمّا بيفضى هو بيفضى معاه، ما بيبقاش معاه أي حد تاني. ودي حاجة مؤلمة ومؤثرة ومبدعة لأقصى حد من منى زكي تحديدًا. وده يجيبنا للأداءات التمثيلية، الأداءات التمثيلية في الفيلم ده عظيمة جدًا، ما فيش حد عامل دور وِحِش، حتى اللي ظاهرين المشهد ده ممثلين فيه كويس جدًا، أدائهم فارق في الفيلم لدرجة كبيرة. لو عايزة تبقي مطربة بجد لازم تبقي كوكب في السما وترشح في الانتخابات كمان. أولهم واللي اتعرضت لانتقادات كتير جدًا منى زكي، منى زكي عاملة دور حلو جدًا، مؤثر لأقصى حد، مبدع، ملهم، فيه كمية أداءات تمثيلية رهيبة، ومع ذلك انتقدت من قبل ما الفيلم يتشاف عشان المكياج، يا أخي تبًا للمكياج يعني. أنت عندك كمية ضيوف شرف عاملين أداءات تمثيلية عظيمة، عندك آسر ياسين، عمرو سعد، أحمد حلمي، أحمد أمين، نيللي كريم، أمينة خليل. كمية ممثلين كتير جدًا، وكل دول واخدين حقهم حتى لو ظاهرين مشهد واحد بس. وبما إننا بنتكلم عن أسطورة من أساطير المزيكا، فعندنا أغاني وموسيقى حلوة جدًا، جدًا، وكل العظمة دي متقدمة من خلال عالم كلاسيكي بالكامل وكادرات رهيبة جدًا، وطبعًا الإخراج مختلف ومميز كالعادة، والقصة مثيرة للاهتمام جدًا. تخيلي اني ما بقيتش عارف اكتب شعر غير لما اشوفك. قد يبدو إننا بنحكي قصة أم كلثوم بس، ولكن من خلال قصة أم كلثوم بنحكي قصص كتير جدًا، تحديدًا أكتر قصتين عجبوني قصة محمد فراج وقصة كريم عبد العزيز، أكتر قصتين مؤثرين ودرامتهم حلوة جدًا ومميزين بتمثيل رائع ودراما مؤثرة للغاية. العرافة قالت ان هقابل حد يغير حياتي. بس أنا لسه قدامي 1000 أغنية عشان أشبع. أخيرًا عايز أقفل الإيجابيات بأحد أعظم تسلسلات البداية اللي شُفتها في الفترة الأخيرة، تسلسل البداية حلو جدًا، عبقري جدًا، إخراجًا عظيم، كل حاجة فيه مميزة بالمزيكا، بالريأكشنات بتاعة الناس، باللغات، كمية حاجات في تسلسل البداية عبقرية. طيب فين السلبيات؟ تعالوا نشوف. تعالوا ناخد الموضوع من الأول، لأن الفيلم ده خد كمية هجوم من قبل ما الناس تشوف أي حاجة من خلال الإعلان بس. طيب هل أنا ضد ده بالكامل؟ الحقيقة لأ. طب تعمل الإعلان كمان ده دعائية، وده اللي هيخليني أحكم على الفيلم هل أستاهل أخشه ولا لأ. فأما أجي أحكم على الفيلم من خلال الإعلان وأقول لك المكياج صعب جدًا، المكياج الحقيقة صعب جدًا، مش محتاج أكتر من الإعلان عشان أحكم حكم زي ده، بس ممكن أحتاج أكتر من الإعلان لو عايز أحكم على القصة، على الأداءات التمثيلية، على الإخراج، الحاجات دي محتاج أشوف الفيلم فعلًا عشان أحكم عليها، بس أشوف الإعلان وأقول لك المكياج وِحِش، يبقى المكياج وِحِش فعلًا. ولكن الحقيقة الناس ما وقفتش لحد هنا ودخلت بقى في تصفية حسابات، وأنتِ مرّة عملتِ مش عارف إيه، وأنت مرّة عملت مش عارف إيه، وكالعادة دخلنا في خناقات فرعية ما لهاش ب2 جنيه لازمة، وطلع تيار مضاد بالكامل بيطبل للفيلم من قبل ما يشوفه، فبقى عندنا ناس بتشتم في الفيلم من قبل ما تشوفه، وناس بتطبل للفيلم من قبل ما تشوفه، وهكذا. الحقيقة أنا ضد إن إحنا ننتقد حاجة إحنا ما شُفناهاش زي الأداءات التمثيلية أو الإخراج من خلال الإعلان، ولكن مع إن إحنا ننتقد المكياج واللبس من خلال الإعلان، واللبس حلو جدًا بالمناسبة، ولكن المكياج سيء للغاية. طيب المشكلة فين تحديدًا؟ المشكلة بالنسبة لي إنك أنت بقيت طالب من فريق المكياج إن هو يعمل 3 حاجات، أول حاجة يغيّر جسم منى زكي لجسم أم كلثوم،
تاني حاجة يغير ملامح منى زكي لملامح أم كلثوم. تالت حاجة يغير سن منى زكي لسن أم كلثوم. ودي 3 حاجات لو انت مين مش هتعرف تجيبهم. غني يا ارتست. وانت عايزه تموتي؟ كنت محتاج تفاضل ايه اكتر حاجة محتاجها في الحاجات دي. كنت محتاج تقلل الحاجات المطلوبة من المكياج لانه مش هيعرف يعمل كل دول. المشكلة الاكبر ان احنا مش اجانب، احنا عارفين شكل ام كلثوم. اما بتخش على فيلم اجنبي بيحكي عن قصة حقيقية ما بيبقاش فارق معاك قوي لانك انت مش عارف الشخصية الاساسية، ولكن انا عارف شكل ام كلثوم، فما ينفعش تجيب لي الشكل ده وتقول لي ده شكل ام كلثوم. ويطلع محمد فراج يقول لك اكتر رد منطقي في الدنيا، انا مش محتاج ابقى شبه الشخصية اللي باديها. جميل، انا معاك جدا. ليه عملنا كده في منى زكي بقى؟ يعني حرفيا ليه عملنا كده؟ طالما مش محتاجين نعمل شكل الشخصيه اللي احنا بنأديها يبقى ما كناش محتاجين نعمل المكياج ده كله لانه طلع سيء في الاخر. فانت لازم تراهن على حاجه واحده، لا اما ما تراهنش على المكياج خالص، لا اما تراهن على المكياج وتعمله حلو. ثانيا الفيلم طويل زياده، الفيلم 2.5 ساعات عامل زي اغاني ام كلثوم، فما حسيتش ان ده كان مطلوب لدرجه كبيره. تسلسل النهايه ما عجبنيش. عجبني جدا تسلسل البدايه ولكن تسلسل النهايه ما عجبنيش. ولكن انقذنا نفسنا بان احنا جبنا صور لجنازه ام كلثوم عشان الموضوع ده حلو جدا ومؤثر لاقصى حد. في المجمل الفيلم حلو جدا، سيبك من اي حاجه هتتقال. المكياج وحش ولكن الفيلم حلو جدا، يستحق ان هو يتحكي، يستحق انك انت تشوفه في السينما تحديدا. في كميه كادرات محتاج تشوفها، في كميه تسلسلات عبقريه محتاج تشوفها في السينما. يقتل مين؟ يقتل كوكب الشرق؟ الفيلم عبقري في اجزاء كتير ليه. انا مش من اشد معجبين ام كلثوم، انا عبد الحليم فان، ولكن الفيلم عجبني جدا واتبسطت لاقصى حد. ادي الفيلم فرصه واحكم بنفسك عشان فعلا حلو. اخيرا لو عجبك اللي احنا قلناه ما تنساش تدوس لايك، قول لي رايك في الفيلم في الكومنتات، اشترك في القناه وشغل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد في الفيديوهات القديمه، يمكن حاجه تعجبك. سلام.